بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناتنا قناة يوميات مربي، بجدد اللقاء مع حضراتكم في فيديو جديد إن شاء الله. أنا النهاردة نازل معاكم بالفيديو الجديد أحذركم من مرض خطير، هو مرض شهير بالروشة، وهو النيوكاسل. مرض النيوكاسل مرض خطير جدا، وانا كنت اتكلمت عنه في فيديو ليا سابق في القناة، ولكن انا بجدد اللقاء مع حضراتكم، بجدد الموضوع تاني وبطرح الموضوع تاني، لان كان كلكم فاكرين الفيديو اللي انا نزلته بتاع سقوط الامطار والبهدله اللي الحمام اتعرض لها عندي في العشه. الموضوع ما عداش عندي طبعا بسهوله، عدى بخسائر جامده، ولكن الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله بفضل الله. ولكن اهم شيء ان انت تتعامل ازاي مع المرض، وتتعامل ازاي مع الحمام في الفتره دي. زي ما انا قلت لكم ان انا على طول نشفت العشه وظبطت العشه ورميت فيها الجير، وابتديت ان انا افحص الحمام التعبان كله ابتديت اعزله، وابتديت ان انا ادي جرعه علاج مكثفه للحمام اللي موجود. بس اهم شيء عزل الحمام المصاب. النهارده انا جاي ان شاء الله اكلمكم على المرض ده وخطورته، لان انا واجهني المرض، وزي ما انتم شايفين حضراتكم في الفيديو كده، الحمام اللي قدام منكم دوت يعتبر دي بدايه المرض معاه. انا هوريك اكتر من مرحله. دي المرحله الاولى، هتلاقي ان الحمام نفسه مش طبيعي، يعني هتلاقي ان في بخه، يعني هتلاقي في شنخره في صوت الحمام خارجه من المناخير. هتمسك الفرد، هتدوس على الحويصله بتاعته، هيخرج ميه، تحس ان الحمام بيشرب ميه كتير. طبعا كمان من اعراضه هتلاقي موجود الاسهال. فطبعا اول ما تشوف الفرد بالمنظر ده هتبتدي تعزل الحمام. زي ما قلت لك، الحمام بيتعزل بعيد نهائيا عن بقيه الحمام، لان المرض خطير والمرض بينتشر بطريقه سريعه جدا. طبعا يا ريت يكون الصوت بتاع الحمام واضح، ولكن زي ما قلت لك هتسمع البخه دي، او زي اللي هي صوت الشنخره دي في فرد الحمام، مع ضيق تنفس، مع فقدان شهيه. تعريف المرض مره تانية في الفيديو الجديد بتاعنا ده: مرض فيروسي يصيب جميع الطيور. المرض ده بيصيب جميع الطيور، مش الحمام بس، بيصيب جميع انواع الطيور، بيوجد في جميع انحاء العالم. يعني المرض موجود في جميع انحاء العالم. انتشار المرض بسرعه جدا، عاليه جدا بين الحمام، وخاصه في المزارع اللي فيها اعداد كبير، او الاماكن اللي فيها حمام مكثف، الاماكن الضيقه اللي يوجد فيها حمام بكثره، يعني المكان مش واسع والمكان ضيق، فالانتشار المرض يبقى هنا اسرع بكتير جدا من الحمام اللي بيبقى في مكان واسع ومكان مفتوح. بيصيب الطيور الاخرى زي البط والوز والدجاج، لكن ما بيظهرش عليها المرض. ولكن الطيور دي بتبقى حامله المرض، تحمل هذا المرض، ولكن لسه ما ظهرش عليها. غير الحمام بيظهر على الحمام بسرعه. زي ما شايفين حضراتكم كده، انا بحاول اوريكم اكتر من مشهد. طبعا الحمام اللي قدام منك ده مصاب بنيوكاسل، ولكن الحمد لله بفضل الله في المراحل الاولى من المرض. طبعا في لوحه في الدماغ، ولكن مفيش هزه، ولكن يقدر يستطيع الحمام ده انه ياكل. كنت حاطط له اكل زي ما انتم شايفين كده، حاطط له اكل اهو، بياكل مفيش اي مشكله. فطبعا هنا ممكن يستجيب للعلاج، تبتدي تدي علاج ان شاء الله باذن الله الحمام في الوضع ده يستجيب، لان طبعا دي مرحله اولانيه. ولكن بتعرفها ازاي؟ ان انت لما تيجي تهش الحمام يجي يطير بجنب، الفرد بيطير ملوح، وكمان بتلاقيه دايما بيبص للاعلى. مفيش طبعا لفه الرقبه، لان ده مرض وصلنا للمرحله الاخيره، ولكن انا بقول لك ده بدايه المرض. ان طبعا بتحس ان الفرد دماغه مش مظبوطه، يعني بيبص دايما بلوحه، تيجي تهشه عشان يطير من مكانه تلاقيه بيخبط شمال ويمين، مش قادر، لا يستطيع، عندوش التوازن انه يطير. دي مرحله اولى من المرض. في الكادر ده انا حابب ان انا اوريكم الصوره الثانيه من مرض النيوكاسل. واضح هنا طبعا في هزه في الدماغ، الحمام مش موزون زي ما انتم شايفين كده، الدماغ مهزوزه مع لفه خفيفه. دي مرحله تانية من المرض. ولكن طبعا شايفين المرحله اللي هي المتاخره، الفرد اللي هو دماغه نزلت للاسفل ولفت لتحت. ولكن الحمام ده برضه مصاب، ولكن ما وصلش للمرحله الاخيره. هوريك اكتر من مشهد، وهعرفك صور المرض نفسها بتظهر على الحمام ازاي. احنا هنا عايزين نعرف حاجه بس، ان اعراض المرض ايه هي؟ الاسهال من اعراض المرض نيوكاسل، الاسهال. من اعراض مرض نيوكاسل العرق، فقدان الشهيه، تلاقي ان انت تحط طبعا الكلفه بتاعتك اللي انت معتاد ان انت بتحطها. طبعا الحمام مفيش اقبال، تبص الاكل بيفيض موجود. طبعا انت نفسك بتستغرب، لان انت عارف انت بتحط قد ايه، فبالتالي لما بتحط الكميه بتلاقي الاكل زي ما هو. فقدان الشهيه ده يقلقك جدا ان يبقى موجود عندك المرض في العشه.
ضيق التنفس طبعا زي ما انا قلت لك، هتلاقي الفرد في خنشرة في الصوت، فاتح بقه بينهج، لا يستطيع الطيران، تحس ان الفرد كامش. دي برضو من اعراض المرض. في المرحلة المتأخرة هتبص، او المرحلة اللي هي قبل الاخيرة، بتيجي تبص تلاقي في رعشة في دماغ الفرد خفيفة زي ما انتم شايفين كده. شايفين الفرد الابيض ده؟ شايفين الفرد الابيض اللي انا بشاور عليه ده؟ في رعشة خفيفة، دماغه مش موزونة. طبعا بتلاقي الفرد كويس وواقف وصحته حلوه، تمسك الفرد تلاقي صحته حلوه، ولكن في رعشه خفيفه في الدماغ. طبعا بترتفع نسبه الوفيات بسرعه في العشه. تبص تلاقي نفسك انت كل يوم بترمي حمام، لان زي ما قلت لك الفرد تيجي تفحصه تلاقي في صحته كويسه، ولكن المرض سريع الانتشار، وكمان بيقضي على الحمام في مده بسيطه جدا. وهفرجكم على المرحله الاخيره من مرض نيوكاسل اللي هي التواء الرقبه للاسفل. هوريك المشهد دلوقتي وتشوف بنفسك وتتعرف على اعراض المرض، بالذات في الاعراض في الفتره المتاخره، ان المرض اتملك من الفرد. هتشوف دلوقتي مع بعض شكل الفرد عامل ازاي. اتفضل. زي ما شايفين حضراتكم هنا بوريك وبفرجك على المرحله المتاخره من المرض نيوكاسل، الشهير بمرض الروشه او الشهير بالتواء الرقبه. طبعا زي ما شايفين كده حضراتكم، انا همسك الفرد اهو، يا ريت يكون واضح. شايفين الفرد عامل ازاي؟ بصوا رقبته، شايفين الرقبه عامله ازاي، لاوح رقبته ازاي. لو انا حطيته زي ما انتم شايفين كده، بص المنظر، شايفين الفرد. دي مرحله متاخره طبعا، خلاص كده زي ما انت شايف كده، ما ينفعش ان الفرد ده تسيبه. لا هيجي معاه علاج، مش هيجي مع العلاج، وفي نفس الوقت الفرد ده لو انت ما اكلتوش هيموت، لانه مش قادر، لا يستطيع انه يشرب ولا يستطيع انه ياكل لوحده. دي مرحله متاخره. فانا طبعا بعدم الحمام اللي زي كده تجنبا او حفاظا على باقي الحمام اللي موجود عندي. طبعا لما بيبقى عندك كميات وفي موجود حاجه زي كده، بتضطر ان انت تعزل، وبعدين انا بعزل وبعدم على طول، بذبح الحمام ده وبتخلص منه. ما بديش نفسي فرصه ان انا لان المرض زي ما قلت لك مرض خطير، التعامل معاه خطير. طبعا كنت انا قلت ان المرض ده بيصيب جميع انواع الطيور، زي مثلا السمان والكناريا وطيور الزينه، كل الطيور دي بتصاب، ولكن ما بيظهرش عليها المرض زي البط والوز. زي ما انا قلت بتبقى حامله للفيروس او للمرض نفسه، ولكن ما بيظهرش عليها زي ما بيظهر عند الحمام بسرعه. طبعا احنا اهم حاجه عندنا ان احنا ازاي نخلي بالنا ونقي نفسنا من المرض الخطير ده. انا وريتك شكل الفرد عامل ازاي. لما تيجي تمسك الفرد زي ما انت شايف كده، شايف الفرد رقبته عملت ازاي. دي مرحله متاخره طبعا. لما بسيب الفرد اهو زي ما انت شايف كده، رقبته طبعا زي ما انت شايف كده، شايف الفرد بيعمل ازاي. دي مرحله متاخره، ولكن طبعا الجزء الابيض اللي انت شايفه دي مرحله لسه بادئه. زي ما انت شايف ده ممكن يجي بيه العلاج، لان طالما دماغه ما لفتش اللفه الكامله، طالما فيها هزه صغيره بسيطه زي كده، ممكن انت تزق له وتبتدي تدي له علاج، فطبعا باذن الله يشفى الحمام. بس زي ما انا قلت لك، اهم حاجه ان انت تعزل الحمام دوت بعيد عن باقي الحمام، لان المرض خطير وبيتنقل بطريقه سريعه. وكمان اكتر انتشار الطرق المرض ده عن طريق الهواء، يعني الهواء نفسه بينقل الميكروب نفسه. زي ما قلت لك ان الميكروب بيخش عن طريق الجهاز التنفسي، عن طريق الهواء. تمام. فاحنا عايزين نقي نفسنا من المرض، فلا بد ان انت عشان تقي نفسك من المرض ده تتبع الخطوات اللي انا هكلمك عليها دلوقتي. عشان نقي نفسنا من مرض نيوكاسل وتحمي حمامك من المرض ده، في حاجه مهمه جدا للوقايه من مرض نيوكاسل. في حاجه مهمه جدا لازم تتبعها. ايه هي؟ اهم حاجه ان انت تحط فيتامين ه سيلينيوم. فيتامين ه سيلينيوم مهم جدا للوقايه من نيوكاسل ومن مرض الروشه. الفيتامين ده لابد ان انت تحطه. بتحط الفيتامين ده 4 ايام للحمام. وطبعا ما بننساش ان احنا بعد ما بنخلص الفيتامين نبتدي نضع جرعه الخميره. وانا كنت نزلت فيديو سابق ليا في القناه وكلمتكم على اهميه الخميره للحمام والفيتامينات اللي موجوده في الخميره. بنضع الخميره بعد الاربع ايام بتوع الفيتامين اللي انا ذكرت اسمه في الفيديو. وطبعا بنحط الخميره. الخميره من فوائد الخميره زي ما انا قلت لك ان هي بتنشط البكتيريا النافعه في جسم طائر الحمام، واحنا محتاجين ده بعد خروجنا من المرض ده، او بعد ظهور المرض ده محتاجين ان احنا ننشط البكتيريا النافعه في جسم طائر الحمام. وبكده ان شاء الله حصل وقايه عندنا من المرض ده. لو انت حطيت الفيتامين ده لانه مهم جدا، ولو اتبعت انت الخطوات دي وحطيت باستمرار الفيتامين ده، ان شاء الله باذن الله يبعد عنك المرض ده، والمرض ده ما يهاجمش عندك العشه ولا كميه الحمام اللي موجوده عندك. يا ريت اكون قدرت اشرح شرح كافي ووافي عن المرض ده والوقايه منه.
ويا رب تكونوا بتستفادوا معايا في الفيديوهات اللي انا بنزلها الجديدة. في نهاية الفيديو بتاعنا ما تنسوش دعمكم لقناتنا قناة يوميات مربي. تفعيل الجرس مهم جدا عشان يصلك كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها. اللايكات زي ما قلت لحضراتكم ان اللايكات بترفع من شأن الفيديو وبترفع من شأن القناة. اللي عنده اي سؤال يتفضل يطرحه في الاسئلة وانا ان شاء الله بجاوب على الاسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.